ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في تاني حلقة من سيريس أبيض وأسود. السيريس دي اسمها أبيض وأسود، بس النهاردة اسمها الأسود والأكثر سواد. حلقة النهاردة عن سكوتر هاوجن انفيدر 200 موديل 2024. يلا بينا. أول حاجة زي ما عودناكم هنتكلم على السبيكس بتاعة البايك. رقم واحد السكوتر 200 سي سي 12 حصان، الحركه سي في تي متوصل على موتور كاربراتير الوزن 125 كيلو، وتبريد هواء، الفرامل سي بي اس ورا وقدام سنجل ديسك، وعداداته ديجيتال والاضاءات بتاعته ليد. المساعدين 2 أمامي و2 خلفي، والجنط 13 في الاثنين. مش عارف، تلاقيه 6 لتر مثلا. كام. وكالعادة زي ما عودناكم هنبتدي بالقسم الأسود أو العيوب. اول حاجه السكوتر بطه بلدي، فاللي بيشتري على اساس ان هو 200 سي سي وهيديله قدره اعلى من ال 150 سي سي ده وهم. انا ركبت سكوترات 150 سي سي، يعني انا مش عايز احلف اسرع منه. ده رقم واحد. السكوتر فعلا سيء جدا في التسارع وسيء جدا في التوب سبيد. يعني انا بالعافيه كده لمست في ال 106 107 وانا نازل في طريق مصر السخنه والهواء في ظهري وفي منزل. لمست في ال 106 107، ما اظنش ان هو وصل لل 110. طلعات سيئه جدا وبطيئه جدا، كأن السكوتر وزنه 2 طن، مع ان السكوتر وزنه 125 كيلو فهو مش تقيل، بس طلعته والتسارع ميت. على الرغم من الكرسي مفروض كبير، بس السكوتر صغير والقعده سيئه جدا وبيوجع الظهر، لان المساعدين سيئه جدا، المساعدين ناشفه جدا جدا جدا. وعلى الرغم تاني ان الراجل صاحب السكوتر اللي نورنا في الفيديو كان مغير الكرسي ومعدل فيه، برضو الكرسي ناشف. هو كان هو اصلا مغير الكرسي عشان بيشتكي من الكرسي الاساسي، برضو الكرسي اللي عدله ناشف. فيعني منه لله اللي عمل الكرسي الاولاني بتاع المصنع، ومنه لله اللي عمل الكرسي التاني. اللين انجل، زاويه الميلان في السرعات سيء جدا، تحس ان السكوتر هيقع منك. في الغرز الضيقه الى حد ما فوق المتوسط بحاجه صغيره، يعني في الاستخدام اليومي وسط الزحمه هو كويس، تك 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 معقول، يعني خلينا ما نقولش كويس، هو معقول. انما في السرعات وبتاخد ملف او على سرعه عاليه، لا الموتوسيكل سيء جدا. بالنسبه للفرامل قدام سيئه جدا، اديها 3 من 10، ورا اديها 6 او 7 من 10. ورا كويسه جدا على الرغم انها سي بي اس، المفروض لما تدوس ورا او قدام يديك نفس الاحساس او احساس متقارب، بس ده ما بيحصلش. طبعا كده كده في السكوترات الافضليه بتبقى يعني الفرامل اللي ورا، عشان الموتور ومركز الثقل بيبقى ورا. المفروض ان الفرامل اللي قدام الى حد ما تديك اي حاجه، انما في السكوتر ده الفرامل اللي قدام ما جاتش. المرايات مش وحشه، المرايات كويسه، بس مكانها هو اللي وحش. يعني انت حتى لو قاعد وراجع لورا، لما بتحب تبص في المرايه لازم تعمل كده، يعني مهما كانت قعدتك لازم ترجع لورا. حتى لو رجعت المرايات لقدام وانت شخصيا رجعت لورا برضو لازم تعمل كده. لكن هي كمرايه، المرايه الى حد ما كويس. التوب بوكس الراكه بتاعته ملوش مكان، عشان تعمل له راكه لازم تروح عند حداد بقى او تعمل واحده مخصوص، انما عشان تعمل بالراكه بتاعته هتلغي الكرسي اللي وراك، والسكوتر اصلا صغير. المساحات التخزينيه ما جاتش، على الرغم ان هو سكوتر مفروض ان هو 200 سي سي، فالمساحات التخزينيه على الاقل تحت الكرسي تقدر تشيل خوذه فول هيلمت. الكلام ده مش موجود في السكوتر ده، ما تعرفش تشيل خوذه فول هيلمت تحت الكرسي. الموتوسيكل مش ثابت، يعني لو بتجري مثلا على التوب سبيد بتاعته اللي هي 106 وخدت مطب هوا بتلاقي نفسك بتلعب. فللاسف السكوتر مش ثابت على السرعات، لو هنسمي دي سرعات. المساعدين ما بتوصلكش تجربه ناعمه. المفروض ده سيتي سكوتر 200 سي سي، فالمفروض ان انا اركبه في الزحمه واروح مشاوير ابقى مستريح. فالسكوتر ما بيوفرش اي تجربه ناعمه في السواقه حتى الداخليه، ما بالك بقى بالخارجيه والمسافات الطويله، ده هتبقى كارثه على السكوتر ده. نيجي لاخر واهم نقطه، قطع الغيار. للاسف التوكيل مش موفر قطع الغيار، والملاك اشتكوا وعملوا مشاكل، وده هنسمعه من راي المالك في الفيديو. قطع الغيار مش موجوده، وان وجدت بالواسطه وان وجدت بالواسطه فهي غاليه، وبنتكلم في حاجات اساسيه وحاجات مهمه وحاجات دوريه زي الفلاتر، السير، الحاجات اللي بتتغير على طول. مش بنتكلم حتى في الفبر مثلا ولا فانوس ولا عداد، بنتكلم في الاساسيات. حتى الوكيل مش موفر. نسيت اقول، لو انت طويل فوق ال 170 سم بقى، 175 180، العمالقه 190 و200، طبعا انسى السكوتر ده، ما تفكرش فيه. الويل بيس بتاعته صغيره، السكوتر نفسه قعدته صغيره. حتى لو انت شايف ان حجم الكرسي ما شاء الله كبير، كل ده ركبك برضه هتخبط في الفبر اللي قدام. دلوقتي جينا على الجزء بتاع زياده اللي المفروض فيه هيقول مميزات السكوتر. انا مش عارف هو هيقول ايه، بس يعني خلينا نشوف. نيجي للمميزات. انا هدور على مميزات دلوقتي. طيب تعالوا ندور على مميزات في السكوتر ده. اول حاجه التصميم. انا السكوتر ده اول ما نزل شكله كان عاجبني جدا، وكنت مهتم انا شخصيا بان انا اشتريه. السكوتر لذيذ في الزحمه، ينفع لو انت مشاويرك وسط البلد الدقي النطاق ده، شايف ان هو كويس جدا. خامات الفبر انا شايف ان هي محترمه جدا لما شفت السكوتر، زائد ان صاحب السكوتر تقريبا عامل بيه 8000 كيلو وما عملش اي صيانات في السي في تي، فدي حاجه تحتسب الى حد ما للسكوتر. واخيرا شايف سعره لو كان في رينج 70000 جنيه مع توفر قطع غيار ليه بشكل مستمر،
انا شايف ان السكوتر ده كان فعلا هينافس بشكل شرس. في النهايه زي ما عودناكم هنقول بقى مين يشتري السكوتر ده ومين ما يشتريهوش. بما يرضي الله بامانه السكوتر ده انا رايي الشخصي لو كان ب 60000 جنيه وانت هتشتريه كسيتي سكوتر مشاويرك داخليه وسط البلد، او انت مثلا ساكن في التجمع وشغلك في التجمع قريب مش 30 40 كيلو لان ما شاء الله التجمع واسع، انا بتكلم الاستخدام في وسط البلد اليومي في الزحمه، فالسكوتر مناسب مع شرط ان سعره كان ينزل يوصل 60000 جنيه لان 80000 جنيه ولا 75000 جنيه كتير على السكوتر ده في رايي الشخصي. ويكون طولك اقل من 170 سم، يكون شغاوي سرعات، ويكون بالك طويل، ويكون عندك وسيله مواصلات تانية عشان لو اتركن بسبب قطعه الغيار اللي مش موفرها التوكيل تستنى شويه بقى لغايه لما ربنا يفرجها ويجيب هو قطعه الغيار. انما غير كده يعني ما تشتريش السكوتر ده. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا اسمي نور الدين. النهارده جاي أحكي تجربتي مع سكوتر هاوجين انفيدور 200 من توكيل أبو المجد. أنا اشتريت السكوتر من شهر 12 تقريبا، بنتكلم في 10 شهور. دي كانت أول مرة في حياتي أسوق بايك في الشارع، وعلشان كده اخترت إن أنا أجيب سكوتر لأن هو أوتوماتيك، وكمان علشان السكوترات شويه بتحافظ على الهيئه لو حد بيلبس مثلا كلاسيك او بيروح شغل كل يوم وكده، لان ما فيهاش نقلات، مش بتبوظ شكل الجزمه او الكاوتش. ودي كانت الحاجات الاساسيه اللي خلتني اختار. دورت على ريفيوز عن السكوترات بشكل عام، وشفت ريفيو عن سكوتر هاوجين انفيدور 200 وده اللي خلاني ان انا اختاره. هو السكوتر التوب سبيد بتاعه 100 وبيوصل ل 110 او 115 لو في المنازل ولو الجو كويس، لو الهواء كويس. هو سكوتر اوتوماتيك مفيش نقلات. السكوتر مناسب او لقيته ان هو مناسب لطولي لما نزلت وبصيت على سكوترات تانية كحد يعني 181 سنتي. بالنسبه لي التجربه كانت كويسه. السكوتر نفسه خاماته كويسه، على الطريق ثابت وكويس، التجربه ما فيهاش مشاكل كتير. بالنسبه لي العيوب اللي واجهتني، العيب الاول الكرسي بتاع السكوتر كان ناشف جدا، وكانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي ان انا انجده علشان يخفف شويه من الصدمات بتاعه النقر والمطبات. الحاجه الثانيه المساحه التخزينيه بتاعه السكوتر مش كبيره كفايه ان هي تاخد مثلا خوذه، فاضطريت ان انا اركب توب بوكس. وللاسف السكوتر نفسه مش بينزل بحامل بوكس، الحامل اللي انا عامله دوت عامله مخصوص، عامله عند حداد، لانه السكوتر مش بينزل بحامل للبوكس. دي كانت العيوب الاساسيه اللي واجهتني. وبعد كده اكتشفت انه في عيب كمان، اللي هو ان المساعدين بتاعه السكوتر نفسه ناشفه. بس عرفت يعني من الناس اللي بتركب سكوترات من زمان ان دي تقريبا حاجه موجوده في كل السكوترات، بالاضافه الى فكره ان عوامه البنزين بتبوظ على طول، فانت ما بتقدرش تعرف السكوتر فيه بنزين كفايه ولا لا، ولازم تعرف انت فولت امتى، وتعرف طبعا التفويله دي بتمشيك قد ايه علشان تقدر تعرف انت محتاج تحط بنزين امتى. من عيوب التانية للسكوتر فكره الاضاءه عشان ليد، فهي للاسف على الطريق مش احسن حاجه. حتى لما بتنور النور العالي ما بينورش كويس غير لما تكون الدنيا حواليك ضلمه، وطبعا محدش بيقدر يمشي بالنور العالي فتره طويله علشان ما يضايقش الناس اللي رايحه واللي جايه. انا جبته تقريبا ب 80000، فهو مرضي بالنسبه للسعر اللي انت دافعه فيه. المشكله الاساسيه والمشكله الكبيره بدأت تظهر لما بدأنا نطلب قطع الغيار. بدأنا نلاقي ان قطع الغيار مش متوفرة للأسف في التوكيل، وقطع غيار السكوتر دوت ملهاش بدايل. الفلتر الهواء ملوش بديل، اتيال الفرامل ملهاش بديل، بكر السحب ملوش بديل. في ناس بتستعوض بكر السحب ببكر سحب سكوتر كافينير سبورت، بس الناس بتشتكي منه وبتقول ان الاداء مش افضل حاجه. كده دي بدأت تقريبا تظهر من شهر 2 لما بدأت اطلب قطع الغيار، وللاسف لقيت ان التوكيل ردوده كلها عايمه، اللي هو هتتوفر قريب الاسبوع اللي جاي كمان شهر، وللاسف ما كانش في حاجه بتيجي. فضلت من شهر 2 بطلب قطع غيار لحد تقريبا شهر 5 لما ظهر فلتر الهواء والسير وتيال الفرامل، وخدتهم. ومن شهر 5 لحد النهارده الحاجات دي ما ظهرتش تاني،
غير ان في حاجات ما ظهرتش اصلا من ساعتها زي بكر السحب، تيل الطلعه او الكلاتش الامامي والكلاتش الخلفي. الحاجات دي من ساعه ما انا بدات اطلب من شهر 2 تقريبا لحد النهارده مش موجوده في التوكيل. المشكله دي بيواجهها انا والناس اللي معاها برضو نفس السكوتر، لان نفس الكلام بيتقال لنا من التوكيل الشهر اللي جاي، الاسبوع اللي جاي، بعد رمضان، بعد العيد، ولحد دلوقتي للاسف قطع الغيار ما توفرتش. انا بتكلم على قطع الغيار كلها، بنتكلم على فلتر هواء، كلاتش خلفي، كلاتش امامي، بكر سحب، السير بتاع السي في تي، حتى رقبه الجدون، وكمان الفبر برضو مش موجود. في ناس اعرفها محتاجين فبر السكوتر مش لاقيينه، في ناس راكنه السكوتر بسبب عدم وجود الفبر، وفي ناس راكنه السكوتر بسبب عدم وجود رقبه الجدون، وفي ناس بتحاول ان هي توفق بكر السحب، وناس بتحاول تتصرف في موضوع فلتر الهواء، لكن الموضوع للاسف صعب جدا يعني، خاصة لو الشخص ما عندوش خبرة وأول مرة يتعامل مع سكوترات فمش بيعرف يوفق أو مش بيعرف يتصرف. في الفترة الأخيرة اضطرينا إن احنا نتوجه بقى، صعد الموضوع، عملنا شكاوى في حماية المستهلك، عملنا فيديوهات على السوشيال ميديا، بدأ التوكيل يتواصل معانا وبدأ يكون فيه وعود بالحل. آخر كام يوم دوت بعتوا لنا على الواتساب فورم نملاها علشان كل واحد يقول قطع الغيار اللي ناقصاه. بدأوا يعلنوا عن حملات صيانة مجانية هتبدأ من أول 10، وقالوا إن قطع الغيار هتوصل لنا للي مش هيروح الصيانة المجانية، قطع الغيار هتتشحن له بالمجان، واحنا منتظرين لأن لحد دلوقتي هي وعود، وهم وعدونا قبل كده كذا مرة وللأسف ما وفوش. خسارة كبيرة جدا من توكيل هوجين أبو المجد، لأنه الخامات بتاعتهم حلوة، التقفيل بتاعهم كويس، الاسكوترات بشكل عام لو وجود مشكلة قطع الغيار انا ارشحها وبشده لاي حد، ولكن في الفتره الحاليه انا ما اقدرش ارشح السكوتر لاي حد لحين ما تتوفر قطع الغيار. قبل ما تشتري اي حاجه اتصل بالتوكيل واسال على قطع الغيار كلها، اطلب قطع الغيار علشان تجي لك قبل حتى لما تجيب المكنه سهل ان انت تلاقيها، البايك سهل ان انت تلاقيه عند وكلاء كتير وفي اماكن كتير، بس مش سهل ان انت تلاقي قطع الغيار. لو اتقال لك ان قطعه الغيار الفلانيه مش موجوده وهتتوفر كمان اسبوع او اسبوعين، استنى وما تشتريش البايك الا لما فعلا تلاقي ان التوكيل صدق معاك في توفير قطع الغيار. لو اتقال لك انه قطع الغيار موجوده بس انت مثلا ما يحقلكش ان انت تاخد اكتر من قطعه، ما تطلبش السكوتر، لان ده معناه ان قطع الغيار مش متوفره بالقدر الكافي ان هي تخدم. ونتمنى ان هم فعلا يحلوا المشكله، ونتمنى ان يحصل اللي هم وعدونا بيه، ان احنا لما نيجي نطلب بعد كده بعد شهر او بعد شهرين قطع الغيار نلاقيها. السكوتر بشكل عام كويس بالنسبه لفئته السعريه، لكن قطع الغيار عامل كبير جدا وعامله ازمه كبيره جدا بالنسبه لنا. انا دلوقتي عامل 8000 كيلو وداخل على صيانه ومحتاج قطع الغيار مش لاقيها. في ناس اتحركت بالسكوتر اكتر مني مش لاقيه قطع الغيار، ودي مشكله. بشكل عام انا بتحرك بالسكوتر احيانا لما بروح شغلي بعمل بيه 60 كيلو في اليوم، ودي مسافه طويله. السكوتر بيعملها معايا بدون مشاكل الحمد لله، ما لقيتش منه اعطال، ما لقيتش منه مشاكل. انا عطلت مرتين بسبب موضوع البنزين وبسبب فكره ان عوامه البنزين مش شغاله، لكن بحاول ان انا اتعلم السكوتر بيمشي قد ايه. هو تقريبا بيمشي 33 34 كيلو للتر. لو رجع بيا الزمن اتاكد الاول من موضوع قطع الغيار قبل ما اشتري السكوتر. مش هسمع كلام حد بيعمل فيديوهات لمجرد ان هو يعمل براندنج الحاجه، بيتكلم عن مميزات بس من غير ما يتكلم عن عيوب، وبيتغاضى عن ذكر توافر قطع الغيار من عدمها. السكوتر كم من 10؟ السكوتر مقارنة بالفئة السعرية بتاعته ياخد 8 من 10. ده بعيدا عن مشكلة قطع الغيار. لو دخلنا مشكلة قطع الغيار في الموضوع فللأسف الريت هيقل أقل من 5. بشكل عام لما كنت بدور على ريفيوهات سواء للسكوتر دوت أو ترشيحات لسكوترات عامة، أنا كنت بدور على حد يكلمني عن العيوب قبل المميزات. كنت بدور على حد يكلمني عن توافر قطع الغيار من عدمها، وكنت بدور على حد ينصحني لو انا قابلت عيب معين في السكوتر، زي مثلا مشكله ان عوامه البنزين باظت مني، اتصرف ازاي؟ لو مش لاقي قطعه غيار معينه اتصرف ازاي؟ او ايه البديل بتاعها؟
ناوي اكمل بالسكوتر ولا لا؟ في الغالب مش هكمل بالسكوتر بسبب المشكله الاولانيه هي مشكله قطع الغيار، والمشكله الثانيه ان انا هبيعه في الغالب عشان ابجريد، ان انا اجيب حاجه احسن، مساحه تخزين اكبر، مريحه اكتر، لان انا بستخدم السكوتر عامه عشان اتنقل بيه انا وعيلتي، فمحتاج حاجه تساعدني على ده وتخلي الموضوع كويس. انا راضي عن السكوتر بس مش راضي عن التوكيل وعن توافر قطع الغيار، واتمنى ان التجربه تتحسن بتوفير قطع الغيار. شكرا لكم.